السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هعمل معاكم كب كيك شوكولاته سهل وسريع واقتصادي. هنعمله ببيضه واحده بس وكمان كوبايه دقيق، هتطلع معاكم الكميه دي والطعم حلو قوي والكيكه خفيفه وهشه جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. تعالوا نشوف الطريقه، بس الاول نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحتاج اول حاجه بيضه وتكون بدرجه حراره المطبخ، هننزل عليها بحوالي نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله او البودر المتوفر عندكم، وهنضرب كده الأول البيض مع الفانيليا وبعدين هننزل عليهم بنص كوباية من السكر. هننزل بالسكر كده شوية بشوية، يعني ما ننزلش بالسكر كده مرة واحدة، لا ننزل بجزء ونضرب وننزل بالجزء التاني. كمان تقدروا تستخدموا الخلاط لو مش متوفر مضرب. نزلت عليهم كمان بمعلقة من الخل، وبعدين هضيف على الخليط تلت كوباية زيت وعليهم كمان تلت كوباية لبن. خلاص كده ضربتهم كويس لحد ما اتأكدت ان مفيش حبيبات للسكر. هننزل بقى بالمكونات الجافة. استخدمت كوباية دقيق، عليها معلقة كبيرة ونص من الكاكاو الخام، وعليهم معلقة كبيرة مليانة كيك شيف. لو مش متوفر كيك شيف استخدموا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبعدين هنقلب بقى كده المكونات كلها مع بعض، المكونات الجافة مع المكونات السايلة. استخدمت برضو المضرب، مفيش مشكلة، ممكن تعملوا الخطوة دي بايديكوا عادي خالص. ده الخليط اللي انا عايزاه او القوام الصح يعني للكيك. نزلت كده بخليط الكيك في كيس من اكياس التلاجة علشان اوزعه كده بمنتهى السهولة في قوالب الكب كيك. وزعت كده في القالب ورق الكب كيك ده. خلاص كده وهنوزع بقى فيها الخليط. طبعا مش بنملى ورق الكب كيك للاخر، لا يعني بنسيب حوالي، يعني بنملى نصه كده ونسيب جزء فيه علشان طبعا ندي فرصة للكيك او للكب كيك ان هو طبعا لسه هيرتفع في الفرن. وطبعا سخنت الفرن كويس جدا. وبعدين هندخل بقى الكب كيك في الفرن رف وسط على اقل درجة حرارة، هياخد معايا بالظبط نص ساعة وهيكون استوى. وده كده الشكل بعد ما خرج من الفرن، شكله ما شاء الله تحفة جدا. تقدروا تاكلوه كده مفيش اي مشكلة. انا حبيت يعني ان انا اسقيه، وحضرت حوالي تلت كوباية من اللبن، عليها معلقة نوتيلا اللي هي نوتيلا سما، دوبتهم مع بعض وحبيت يعني ان انا اسقي بيه الكب كيك. هي خطوة اختيار، يعني تقدروا تعملوا الخطوة دي او تاكلوه كده مفيش اي مشكلة. هي طعم الكيك طبعا خفيف وهش جدا، بس انا بحب يعني اني اشرب الكيك او اشرب الكب كيك، بيكون كده متشرب وطعمه احلى. فعملت كده فتحات للكب كيك كده بالسكينة، بطرف السكينة او بعود خشبي او عصيان شيش طاووق يعني متوفر عندكم. وسقيتها بالخليط اللي قلت عليه، اللبن والنوتيلا. كمان حبيت ازين وش الكب كيك، سيحت كده 3 مكعبات من الشوكولاته الخام، عليهم معلقه زيت كبيره وعليهم معلقتين كبار من اللبن، دوبتهم مع بعض وغلفت بيهم وش الكب كيك. برضو دي كمان خطوه اختياريه يعني براحتكم، بس انا حبيت يعني يكون في طبقه كده جناش شوكولاته من على الوش، تدي برضو طعم حلو للكب كيك. وعملت كده خطوط من الشوكولاته البيضاء، وكان الشكل النهائي زي ما هتشوفوه. طعم الكب كيك بجد في منتهى الروعه والجمال، لازم تجربوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.